اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. تعالوا بقى نعمل حاجه حلوه. حاجه حلوه يعني ايه؟ نعمل صينيه الرواني بتاعت زمان، بتاعت اجدادنا وبتاعت امهاتنا، باسهل طريقه ممكن، ولا بخلاط ولا بمضرب كهرباء ولا بعجان ولا باي حاجه. ده كده جهزت الشربات، كوبايتين اتنين سكر على كوبايتين اتنين ميه، وهعلق عليه. هنزل بقى في البولة عندي، في الطبق البلاستيك، في اي حاجه إن كانت، احط 3 بيضات زي ما انتوا شايفين كده. بدرجه حراره الغرفه زي ما انتوا يعني كل حاجه بدرجه حراره الغرفه عشان تاخدي نتيجه حلوه. نص كوبايه سكر. هحط 3 نقط فانيليا سائله زي ما انتوا شايفين كده. وهضرب دول بالمضرب السلك خالص لحد ما لونهم يتغير معايا. افضل اضرب بقى بالمضرب السلك كده لحد ما لونهم يتغير معايا. هفضل اضرب كمان شويه زي ما انتوا شايفين كده. طلعي طاقتك بقى كلها في قلب الضرب ده وانت بتضرب. اهو زي ما انتوا شايفين كده اهوت. اهو لونه انفتح معايا اهوت. هبدأ بقى كده دلوقتي اضيف علبة الزبادي. علبة زبادي من اللي هي الكبيرة ديت، هفتحها كلها اضيفها على كلها. اهو هقلب بقى ديت كمان. وهنزل بالزيت. هنزل بقى بنص كوباية الزيت بعد ما دوبت الزبادي في السكر في البيض في الفانيليا كده اهو. نص كوباية زيت، زيت ذرة، زيت زيتون، ما يكونش له ريحة. زيت عباد، زيت عافية، اي حاجة عندك حطها. ده اللي انا حطاه ده زيت كريستال. بس اهم حاجه يكون زيت ملوش ريحه نفاذه يعني. اه ضربت كده كله مع بعضه بقى. كوبايه دقيق سميد او دقيق سيمولينا من اللي هو بتاع البسبوسه. زي ما انتوا شايفين كده اهوت. كنت احط الدقيق التاني بس قلت ايه انخله برضو اهو. ادخل في قلبه هوا كده. وحطيت مش الكيس كله، حطيت معلقه بيكنج باودر كده. معلقه من بتاع الشاي اهو. هقلب بقى كل المكونات في بعضها كده زي ما انتوا شايفين في اتجاه واحد. هو الخليط دوت بيبقى تقيل كده عشان لما تحطوله الشربات لما تخرج من الفرن يشرب الشربات. او بيبقى ناشف كده. او مش زي الدقيق الكيكه العادي اللي هي بتبقى سايله شويه، ما بتبقاش خشنه كده، لا. هو ده القوام اهو. جبت بقى صينيه، حطيت فيها نقطه زيت وهدينا بالفرشه كويس كده بالجناب. واحط انا عامه ما بحبش الكيكه عاليه. يعني بحبها تكون سمكاكه. عملتها كده بحيث ان هي تكون ايه شكل البسبوسه كده. حطيتها في صينيه كبيره عن مقاسها يعني. انما لو انتوا عندكم صينيه اصغر من ديت ممكن تحطها في صينيه اصغر من دي. الله بقى لو كان فيها بشر برتقان بقى، بس انا للاسف ما كانش عندي. نهزها نمسح التراب بقى عشان ما تتحروش مننا في الفرن. ونهزها هزتين كده. اه طلع الهواء اللي فيها. ادخلها الفرن بقى على درجة حرارة 180. على درجة حرارة 200. وبعد كده شوية كده قيمة ربع ساعة وهدي عليها. واخليها على درجة حرارة 180 وهي تتلون لوحدها وتطلع معاكم زي الفل. معانا بقى هنا كوبايتين، ومكان ما خلصنا قلنا نشطفهم مع بعض. في حد بيحب المواعين زي يا جماعة؟ لان انا حياتي كلها مواعين والله. صلوا على النبي كده واذكروا الله، وقال بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسينيش في لايك وتعليق حلو منك كده. واللي ما اشتركش في القناه يشترك معايا. خلي عائلتنا تكبر وتكبر بكم. كلكم ناس محترمه وكلكم ناس تشال على الدماغ والله. يعني. يعني سبحان الله، يعني الواحد بيرتاح لكم من غير ما يشوفكم من تعليقاتكم يعني. كل حاجه بقى نشطبها واحنا واقفين كده، مش هياخدوا مننا حاجه عشان ايه ما الدنيا تبقاش متكركبه جنبنا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. كده خلاص بقى، ده المضرب اخر حاجه اهوت. نشطف مطبخنا بقى ورخامتنا ونمسحها بالفوطه كده. صف الدومات كده زي ما انتوا شايفين.
اللي مع الرخامة بقى بالحوض ونشفهم من المية اللي فوقهم كده، عشان بقى يبقى نقعد مرتاحين مفيش ورانا حاجة. هقول لكم بقى انا عملت ايه بعد الكيكه ديت، وهنتغدى ايه في الفيديو اللي بعد دوت ان شاء الله هنزلكم بعدها. ده كده كان الشربات نزلته من على النار اهو. ده كده الشربات كنت نزلته من على النار، وهو ده القوام بتاعه. اسيبه بقى يبرد لحد ما الكيكه تطلع من الفرن ونشوفها مع بعض. هسقيها بقى لحد ما اشوفها شربت معايا وبقت حلوه خلاص. اه كده بقى نجاح الصينيه انك تحط لها الشربات تشربه، تحط الشربات تشربه. اه زي ما انتوا شايفين كده. الجمال عدى الكلام. بسبوسه دي ولا مش بسبوسه؟ خرطها بالسكينة كده زي ما انت عايزة، مثلثات مربعات اللي انت شايفاه بقى. مم. الجمال عدى الكلام. شوية جوزة الهند بقى كده للتزيين من فوق. اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. الله علي. نجيب طبق بقى كده عشان نشوف حتة منها ونشوفها عاملة ازاي. مم. لسه سخنة طبعا. ايه رأيكم؟ جاتو. انتوا بتاكلوا جاتو. مم. الله. ريق جري يا جدعان. شفتم؟ بسبوسة بسبوسة يعني. مم. كده خلاص الفيديو بتاعنا خلص. اشوفكم على خير في الفيديو جديد.